صدمة، قضاء باتشوكا لم توقف ريال مدريد في مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا. باتشوكا سدد على ريال مدريد 25 تسديدة مقابل 8 تسديدات فقط من ريال مدريد. وبهذه الاحصائيات تتوقع مين اللي فاز؟ اللي فاز مو باتشوكا، فاز ريال مدريد. تخيلوا يا جماعة الخير، ريال مدريد في المباراة سدد 3 تسديدات على المرمى، والصدمة كل 3 تسديدات كان 3 اهداف، والثلاث اهداف اللي سجلها ريال مدريد كانوا كلهم من لاعبين خط الوسط، بيلينغهام وجولار وفالفيردي. ومهاجم ريال مدريد فينيسيوس لم يسدد اي تسديده على المرمى في المباراتين اللي لعبها في مونديال العالم. طيب السؤال المحير، كيف باتشوكا سجل هدف واحد من اصل 25 تسديده؟ والجواب كان من افضل حارس في تاريخ ريال مدريد تيبو كورتوا، لانه كورتوا في المباراه تصدى ل10 كرات. تعرف ايش معنى 10 كرات؟ يعني كورتوا هو اكثر حارس في البطوله تصدى التصديات في مباراة واحدة. والصدمة الكبرى، لولا وجود المدافع دين هاوسن لكان باتشوكا وصل لأكثر من 30 تسديدة، لأنه دي هاوسن هو أكثر لاعب قام بتخليص الكرة في المباراة ب7 مرات، وهاوسن قلب الدفاع هو أكثر لاعب قام بتمريرات ناجحة في المباراة ب75 تمريرة ناجحة. ودي هاوسن نفسه تسجيل الهدف الثالث. ولا ننسى إنه أول انتصار اللاعب تشابي ألونسو مع ريال مدريد كان وهو مطرود لاعب من بداية المباراة ب10 لاعبين.